ازاي اتعامل مع شخص اذاني؟ مش بس اذاني، ده كمان بيحاسبني على رد فعلي. كل اكشن يا جماعة ليه رياكشن. طيب انا اتعامل ازاي مع الناس دي وهي اصلا وقفت قدامي وبتحاسبني على كمان رد فعلي، مش بس فعلهم، ناس وفعلهم. الحقيقة ان الشخصيات دي اتكلم عنها علم النفس في مدارس كتير جدا جدا. من المدارس دي في اقوى مدرستين منهم مدرسة ما بحبهاش خالص، اللي هي قالت لك تعمل تبقى ميرور معاهم. ميرور يعني مراية، هبقى زيك بالظبط. هعمل اللي انت عملته، وده حقيقي انا مش بحبه، ولكن احيانا بنلجأ لرد الفعل ده، وانا مش بحبه من باب ان انا ما بحبش رد الاساءة باساءة، ولكن احنا بنضطر نعمل ده لما يبقى اساءتك اتكررت كتير جدا. فانا شخصيا هبقى شخصية دفاعية بقى. ازاي؟ شخص مؤذي فبيتكلم كتير، بيضايقني كتير، بيكرر نفس الخطأ كتير كتير كتير. فتمام، انا بسامح بسامح بسامح. هيجي وقت وهبقى انا كمان نفس الشخصية، هتعمد اعمل اللي انت بتعمله. فهتقوم تسألني ايه ده، انت بتعملي كده ليه؟ هو ده على فكرة انا اتضايقت ان انت عملتي كذا النهاردة. بجد؟ يعني الموضوع ده يضايق؟ اه طبعا يضايق. انا ازاي بقى، ازاي انت عملتي كذا كذا؟ طيب نقعد بقى ونتكلم. انت عملت واحد اتنين تلاتة، وانا بسامح كتير جدا، فلجأت للحل ده الدفاعي، ان انا اعرفك ان دي حاجة تضايق جدا، دي حاجة كويسة ممكن تصلحه ولو اني ما بحبهاش. الحل التاني ان انا ابتدي اعيد ترتيب حساباتي، او اعيد ترتيبه هو في حساباتي، مرتبته في حياتي هتبقى عاملة ازاي. ما ينفعش حد يكرر الايذاء المتكرر واسيبه، لان انا لازم هتحاسب على نفسيتي انا كمان. يا جماعة ان المعاملاتنا بتحبط فينا، بتسبب لنا ألم نفسي كتير جدا. ساعات بنلاقي شخصية ساكتة على طول وزعلانة على طول، بتلاقي عندها مشكلة صغيرة بالنسبة لك صغيرة، ولكن بالنسبة لها كبيرة جدا. نيجي بقى للجزء التاني، للشق التاني من الموضوع، ان انا بسيب الفعل وبمسك في رد الفعل. رد الفعل خصوصا الناس اللي دايما رد فعلها هادي، الناس الطيبة الكيوتة في نفسها دي، اللي بتسامح على طول، الشخصيات المتسامحة دي، بيجي وقت ويبقى رد فعلهم صعب. ده نتيجة ان في فعل حصل في حياتهم ضايقهم. صعب جدا ومؤذي جدا انك تمسك الناس دي وتحاسبها على رد فعلها. ما ينفعش تحاسبها على رد فعلها. زي حد انا اذيته، فلما انا اذيته هو بقى شخصية دفاعية، فعايز يدافع عن نفسه ويبتدي يفكر في مصلحته، ان انا ادور على مصلحتي في ان انا اعمل كذا وكذا وكذا. لا تعالالي، هو انت بتفكر في مصلحتك ازاي؟ هو انت ازاي اصلا فكرت ترد عليه؟ انت كنت على طول ساكت. ده انت طيب، ده انت عبيط. لا لا، لان لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل. ما تلزمنيش برد الفعل اللي يناسبك. رد الفعل بتاعي مش لازم يناسب حضرتك، رد الفعل بتاعي قد يكون يعني مغاير تماما لشخصيتك، ومش مغاير لشخصيتي انا كمان، وده على حسب ما انا استحملت منك. فرجاء رجاء حاسبوا نفسكم على افعالكم قبل ما تحاسبونا على ردود افعالنا، لان ردود افعالنا اكيد مش هتحبوها، اكيد مش هتبسطكم، لان كتير جدا رد فعل بيبقى قاسي ومش بيبقى محبوب. واحنا مش ملايكه يا جماعه. واحنا بندرس الدكتوره اللي كانت بتشرح لنا كانت دايما تقول لنا ان الشخصيات، ان علم النفس بيحاول يوصل الانسان لشخصيه مثاليه، واحنا مش كده. انا شخصيا على قد ما بقعد اقول نسامح 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 واللهم لك الحمد، انا شخصيه متسامحه، ولكن بيجي وقت مش ببقى كده. ما تستناش من الناس دايما المتسامحه دي انها تبقى تعجبك دايما. بنطلع نتكلم كتير عن التسامح واثر التسامح ولما بنتحط في مشكله بنسامح مره اتنين، ونجي في مشكله بتبقى شخصيه انت نفسك مش عارفها. هو انا الشخص اللي كنت متسامح؟ هو الشخصيه اللي بترد بعصبيه دي انا اللي صوتي عالي كده وبتعصب وبقول لا؟ اذا انت اذيتني لدرجه انك خلتني شخصيه انا معرفهاش، وعبال ما استعيد نفسي تاني باخد وقت، والوقت ده بيبقى نحت في شخصيتي. يا جماعه احنا عاملين زي الصخره اللي الدنيا او مواقف تفضل تنحت فيها تنحت فيها تنحت فيها. فمن ساعات بنستغرب نفسنا. ما انا مش كده، انا مش رد فعلي دايما كده، ولكن رد فعلي المره دي اتغير، ممكن من كتر ما استحملت، ممكن ان ده حاجه تعبتني جدا. فما تحاسبوش رد الفعل وتنسوا الفعل.
انت نفسك كشخصيه حاسب نفسك. لو انت لقيت حد متضايق منك وانت رايح تحاسبه، وانت ازاي تعمل كذا، هو انت ازاي فكرت في مصلحتك وبتحاول تدافع عن نفسك؟ انت ازاي مش انت ازاي اصلا بترد؟ انت فكر نفسك طيب، ده انت بيك وعليك. اقعد بس شويه كده مع نفسك. اه والله ده انا اذيته. ما هو ممكن فعلا يبقى عمل كده من كتر الاذيه والقسوه اللي شافها مني. ما هو ممكن يكون رد فعل. والله العظيم لا عيب ولا حرام ولا حاجه هتقلل منك لما تروح له وتقول له على فكره انا حاسبت نفسي ورجعت نفسي وانا اسف. وشوف الترضيه اللي انت عايزها. حاسب نفسك في الدنيا قبل ما تلاقي نفسك واقف في الاخره. الشخص اللي انت اذيته ده جاي وعايز منك حسنات. مش بس كده، ده بيديك من سيئاته كمان. ما تحاسبوش الناس على ردود افعالها وتنسوا افعالكم.